السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. لو انت اول مره بتشوف الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. كمان ما تنساش تشارك الفيديو مع اصحابك لو عجبك الفيديو، وان شاء الله يعجبك الفيديو مقدما. فيديو النهارده هو مشاركه لتجربه كده حبيت ان اعرفها ليكم، وهي لما تيجي تغير سكرينه للموبايل بتاعك. طبعا ناس كتير بتقعد تدور على سكرينات تقول لك مثلا دي امتن دي مش امتن. هو اولا كله ازاز تمام، الا اذا بقى كانت السكرينه بتاعتك بتكون مدمجه، يعني طبقه ازاز زي اللي قدامي دي، وبتكون فيها طبقه مثلا بتبقى مشابهه لل للسكرينه اللي هي بتبقى المطاط، او السكرينه اللي هي بتبقى شفافه زي اللي قدامي دي بالظبط. اللي قدامي ديت يعني هي سكرينة، يعني تعتبر اتنين في واحد. يعني انا لما جيت اشتريها قعد يقول لك ده امتن من التانية ومش امتن من التانية ومش عارف ايه وكلام من ده. هي في الحقيقة تبان انها امتن معاك، بس ديت يعني كان فيها عيب انا حبيت اعرفهولك. الموبايل اللي معايا ده فيه بصمة صباع تمام. انت عشان تركب السكرينة دي البصمة مش هتشتغل معاك. يعني انا عشان كده لو تاخدوا بالكم انا مشغل بصمة الوش، انا كنت مشغل بصمة الوش وسايب بصمة الصباع اللي هي تحت دي بسبب السكرينة دي. طبعا دي ليه؟ عشان السكرينة فيها طبقة فوميه. طبقة الفوميه ديت يعني وظيفتها تيجي تبص للسكرينة من الجنب كده، تشوف مثلا الحاجة او الكتابة اللي على الموبايل مشوهة بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. لو جيت تبص مثلا في العمودي كده بتلاقي الكتابة واضحة، فدي بتبقى حلوة مثلا لو انت في مواصلات او حاجة زي كده. انتوا عارفين بقى يعني ايه تبقى في مواصلات الدنيا ملخبطة شوية. فهي دي كانت بصراحة العيب بتاعها. انما كمتانة وكلام من ده هي تعتبر نفس التانية. هو انا يمكن بس حسيت انها امتن سيكا بسبب ان كان عليها طبقة. الطبقة دي زي انا ما قلت اللي هي طبقة الفومي، اصلا دي تعتبر زي بلاستيك كده، بس لونه مثلا مدي غامق شوية تمام. فانا حسيت انها امتن بصراحة. يعني الموبايل وقع عليها كذا مرة، فالطبقة دي كانت يعني بتتعمل كأنها يعني حاجة زي مصد كده، او حاجة بتمتص الصدمات. طبقة بلاستيك طبيعي انها تعمل كده تحت الازاز، على عكس مثلا اما يكون ازاز فوق ازاز على طول. بتلقى لو الموبايل بتاعك وقع على الارض بتلقى الدنيا اتدمرت فيه اصلا، وممكن الشاشة تتكسر بسهولة. ده طبعا كان فيديو بسيط خالص كده حبيت ان اشاركه معاكم، اتمنى يكون عجبكم. وحابب اوصيكم بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلكم الفيديوهات اول باول. وشكرا ليكم على المشاهدة.